بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عايز أبدأ بسؤال مهم جدا. ليه في مشروعات بتنجح رغم إن فيها مشاكل كتير ومشروعات تانية بتفشل رغم إن الخطة كانت بيرفكت؟ الإجابة مش في الإكسكيوشن بس، الإجابة في إدارة الأنسرتينتي. النهاردة إحنا مش بنتكلم عن ريسك ريجستر ومش بنتكلم عن definitions، إحنا بنتكلم عن عقلية أو مايند سيت. في سيشن 7 كان عن البلان اند مانج بروجكت وورك، ازاي تنفذ وتتحكم. لكن الحقيقة مفيش اكسكيوشن في الدنيا هيبقى ستيبل، لأن البيئة حوالينا مليانة uncertainty. والبي ام بي مش بيمتحنك في تعريف الريسك، هو بيمتحنك في حاجة أخطر: هل تقدر تكتشف الباترن قبل ما يبقى كرايسيس؟ وهل تقدر تتحرك قبل ما المشكلة تحصل؟ وهل تقدر تاخد قرار ذكي تحت ضغط؟ البي ام اي مش عايز مدير مشروع بيطفي حرايق، البي ام اي عايز ليدر يتوقع الحريق قبل ما يولع. السكسس في الامتحان مش انك تحفظ، الريسك هو الانسرتين ايفنت. النجاح انك تفكر: هل ده ريسك ولا ايشو؟ هل في تريجر؟ اعمل ايه الاول؟ هل اعمل اسكليت ولا اعمل انالايز؟ اللي انا عايزك تركز فيه من النهارده ان احنا هننقل دماغنا من الرياكتيف اكسكيوشن الى الانتليجنت انتسيبيشن، وده الفرق بين المانجر العادي والبي ام بي سيرتيفايد ليدر. فده موضوع سيشن 8، الريسك والانسرتينتي اند برو اكتيف كنترول. فيلا بينا نكمل. ذا فاندامنتال شيفت. خليني اقولها بصراحه، اغلب البروجكت مانجرز شاطرين في المانجنج وورك، بس قليل جدا منهم اللي شاطر في المانجنج الانسرتينتي، وده التحول الحقيقي اللي البي ام اي عايزه منه. from managing work. يعني ايه managing work؟ يعني تاسك ليستس وسكيدول وديليفرابلز وستاتس ريبورت. لكن لو بتنفذ من غير ريسك اويرنس، انت بتشتغل بنظام الفاير فايتنج مود. المشكله تحصل تتصرف، العميل يشتكي ترد، الفندور يتاخر تبدا تقلق. وده اسمه رياكتيف ليدرشيب. والمشكلة بقى إن الفريق هنا بيستنزف والستيك هولدر تراست بتقل، وكل حاجة بتبقى تحت ضغط، وده مش أسلوب البي ام اي. طيب، to managing الانسرتينتي، يبقى احنا هنتحرك من from managing الورك to managing الانسرتينتي. البي ام اي عايزك تتحول من شخص بيتعامل مع الأحداث أو الايفنتس لشخص بيتوقع هذه الأحداث. يعني ايه managing the uncertainty؟ يعني تلاحظ الباترن بدري وتتابع الاكسبوجر باستمرار، وتسأل نفسك لو الاتجاه ده كمل هيحصل ايه بعد شهر. وده اسمه الانتليجنت انتسيبيشن، وده الفرق بين الافريج بروجكت مانجر والهاي بيرفورمينج ليدر. البي ام بي كويستشنز نادرا ما بتختبر الديفينيشنز. الامتحان مش هيسألك define الريسك، الامتحان هيسألك انت شايف الخطر بدري ولا لا، وهتعمل ايه اولا؟ هتستنى لما المشكله تكبر ولا هتتصرف بدري وتحمي الفاليو؟ لو لسه دماغك بتفكر لما تحصل المشكله ابقى اتصرف، اعرف ان ده اسلوب مش هينجح في الامتحان. والبي ام اي بيكافئ التفكير الاستباقي مش الدفاع. المانجنج وورك بيخليك منفذ كويس، لكن المانجنج انسرتينتي بيخليك ليدر. قبل ما ندخل في التفاصيل عايزك تسأل نفسك سؤال مهم: انت داخل تتعلم ريسك مانجمنت ولا داخل تتعلم ازاي تفكر زي البي ام اي؟ السلايد دي مش اهداف تقليدية، دي منتال شيفت لازم تحصل في دماغك. الهدف الاول: distinguish الريسك from issue. وده اكبر خطأ في الامتحان، انك تتلخبط بين الريسك وبين الايشو. الريسك حاجة لسه ما حصلتش، الايشو حاجة حصلت وبتأثر دلوقتي. الفرق ده هو اللي بيحدد هل أعمل response planning ولا أبدأ issue resolution. لو لخبطت بينهم هتختار إجابة غلط حتى لو فاهم الباقي. الهدف التاني إنك detect ال early warnings. البي ام اي مش مستنيك تتصرف بعد الكارثة، عايز يشوفك الفيلوسيتي بتقل والستيك هولدر تون اتغير والفندور بقى بيرد متأخر. دي اسمها leading indicators. المحترف بيقرا الإشارات، المتأخر بيشوف النتائج بس. الهدف الثالث: select ال context appropriate response. مش كل ريسك يتعمل له ميتيجيت، مش كل حاجة تتعمل لها اسكيليت. القرار الصح بيعتمد على الاكسبوجر وعلى الستيك هولدر توليرانس وعلى الاستراتيجيك فاليو. الامتحان بيقيس قدرتك تختار بناء على context، مش تحفظ avoid mitigate transfer accept وخلاص.
الهدف الرابع identify first action، والسؤال الأشهر في البي ام بي what should you do first، تعمل إيه الأول؟ وغالبا الإجابة الصح مش أكشن كبير، غالبا الإجابة بتكون analyze review plan assess impact consult التيم. الفيرست أكشن هو الكالم assessment مش الدراماتيك اسكليشن، يعني بيكون تقييم هادي، مش إنك تعمل اسكليشن وتصعد على غير العادة. الهدف الخامس eliminate reactive pattern. الإجابات الغلط في الامتحان دايما شكلها منطقي، زي update the risk register escalate immediately submit change request، بس لو مفيش analysis قبلهم تبقى غلط. احنا هنا هنتعلم ازاي نمسح الإجابات دي فورا. الهدف السادس protect the value delivery، وأهم حاجة عند البي ام اي مش تقليل المخاطر، أهم حاجة إنك تحمي الفاليو، يعني توازن بين الريسك اكسبوجر والاوبورتيونيتي والاستراتيجيك اوبجكتيفز. الزيرو ريسك في حد ذاته مش هو الهدف، الكنترول ريسك هو الهدف. This is about behavior and judgment not memorizing a risk register. الامتحان مش حفظ، الامتحان طريقة تفكير. لو فهمت الأهداف دي هتبدأ تشوف أسئلة الريسك بعين مختلفة تماما. البي ام اي برسبكتيف اون ريسك اند انسرتينتي. أخطر سؤال في الامتحان مش إيه هو الريسك، أخطر سؤال هو هل أنت شايف الموقف ده ريسك ولا ايشو؟ لأن أول قرار غلط في التصنيف هيخليك تختار سلسلة قرارات غلط بعدها. أولاً الريسك، يعني إيه ريسك؟ future uncertain event، يعني حاجة لسه ما حصلتش، ممكن تبقى negative threat، ممكن تبقى positive opportunity. المهم هنا إنها possibility مش certainty، في احتمالية إنها تحصل أو ما تحصلش، وده معناه إنك محتاج monitoring ومحتاج triggers ومحتاج continuous awareness، مش مستنيها تحصل، لو حصلت خلاص ما بقتش ريسك. ثانيا الايشو يعني ايه؟ يعني current problem، حصل فعلا وبيأثر دلوقتي، يعني عندك امباكت واضح على السكوب، على السكيدول او الكوست او الكواليتي او الستيك هولدر ساتسفاكشن. الفرق هنا مهم جدا، الريسك ده بيساوي محتاج بلاننج اند بريفنشن، انما الايشو محتاج ريزوليوشن اند كونتينمنت، احتواء وحل. الامتحان بيحب يحطك في منطقة رمادية علشان يشوف هتتلخبط ولا لا. ثالثا الانسرتينتي. الانسرتينتي مش حدث، الانسرتينتي هو البيئة نفسها، بيئة فيها complexity ambiguity volatility، يعني انت شغال في نظام مش ثابت، وده معناه ان الريسك مش استثناء، الريسك هو الطبيعي. البي ام اي بيرفض انك تقول we will handle it if it happens، ده كلام البي ام اي بيرفضه، مفيش حاجة اسمها هندلها لما تحصل. البي ام اي بيتوقع انك تقول we anticipate the pattern before they become issue. الجملة دي لازم تتحط في دماغك وانت بتحل اي سؤال. الريسك مانجمنت مش اكتيفيتي بتعملها في البلاننج وبعدين تقفلها، مش كرييت ريسك ريجستر يبقى الموضوع دان، ده اسلوب. ليفل 2 البي ام اي عايزك ليفل 4 ثينكينج continuous risk awareness. لو السؤال بيديك موقف ولسه مفيش امباكت اياك تتصرف كانه ايشو، ولو حصل امباكت اياك تروح تحدث الريسك ريجستر. لو عرفت تفرق بين الريسك والايشو والانسرتينتي نص اسئله الريسك في الامتحان هتتحل لوحدها. البرو اكتيف مقابل الرياكتيف ريسك مانجمنت. السلايد دي من اهم سلايدات السيشن كلها، لان 70% من اجابات البي ام بي الغلط بتيجي من عقليه الرياكتيف مش البرو اكتيف. الفرق هنا مش نظري، الفرق هنا بيفصل بين الباس والفيل في الامتحان. أول حاجة الرياكتيف مايند سيت، ده اكزام تراب. خلينا نمشي نقطة نقطة. أول حاجة wait until problem occurs، استنى لما المشكلة تحصل وبعدين أتصرف، دي عقلية الفاير فايتنج اللي بيطفي حرايق، ودي تقريبا دايما إجابة غلط في الامتحان. تاني حاجة escalate immediately، أجري بسرعة على السبونسر من غير ما أعمل أناليسيز وأصعد الموضوع. البي ام اي مش بيحب البانيك اسكيليشن أو إنك تصعد وأنت متوتر وقلقان، لكن بيحب الستراكشر ثينكينج، تفكر كده بعقلية منظمة. تالت حاجة update the documents after damage، المشكلة حصلت أروح أحدث الريسك ريجستر، ده documentation بدون أكشن. طيب 4 blame external factors، المورد غلط، العميل صعب، السوق متقلب. البي ام اي بيدور على ليدر يتحمل المسؤولية بتاعت التفكير مش اللوم. خامس حاجة treat the symptom،
إنك تحل العرض وتسيب السبب، أو تتعامل مع الأعراض وتسيب المسببات، وده دليل ضعف في الروت كوز أناليسيس أو روت كوز ثينكينج. كل الحاجات دي في الامتحان بتيجي في شكل إجابات شكلها منطقي، لكنها بتعكس ضعف الليدرشيب ماتيوريتي. طب إيه بقى البي إم آي برو أكتيف مايند سيت؟ وهنا المستوى اللي البي إم آي عايزه منك. أول حاجة identify الباترن ايرلي، تشوف الاتجاه قبل ما يبقى أزمة. تاني حاجة monitor التريجرز، ما تعتمدش على إحساسك، اعتمد على leading indicators. act before impact، تتحرك قبل ما الامباكت يحصل، وده بيحافظ على الاوبشنز تكون كتيرة معاك. protect الفاليو، مش بتحاول تمنع كل خطر، بتحاول تحافظ على الفاليو ديليفري. build resilient systems، مش كل مرة تبدأ من الصفر، تبني نظام يتكيف مع التغيير. on the PMP exam، في الامتحان wait and see، answers are almost always wrong، معظم الإجابات تظهر قدامك شكلها منطقي لكنها غلط. لو لقيت إجابة بتقول monitor and wait، اسأل نفسك هل في analysis، هل في action plan، ولا مجرد انتظار؟ الامتحان بيكافئ إيه؟ مش الشخص اللي بيحل المشكلة بسرعة، الشخص اللي منعها تحصل. الرياكتيف بروجكت مانجر بينجو من الأزمة، البرو اكتيف بروجكت مانجر بيمنع الأزمة، والبي ام اي عايز التاني، عايز البرو اكتيف بروجكت مانجر. early warning signals and risk triggers، أقوى بروجكت مانجر مش اللي بيحل المشكلة بسرعة، أقواهم هو اللي بيشوفها وهي لسه بتتكون. السلايد دي بتتكلم عن سكيل خطيرة جدا في الامتحان، الباترن ريكوجنيشن أو التعرف على الاتجاه. أول فكرة لازم تثبتها إن دي مش إيشو، دي سيجنالز. لو اعتبرتها إيشو هتتصرف غلط، ولو تجاهلتها هتدخل في أزمة أو كرايسيس. أمثلة الإيرلي وورنينج سيجنالز خلينا نفهمهم عمليا. أول حاجة السكيدول بيرفورمانس ديكلايننج، الفيلوسيتي بتقل، المايلستونز بتتزحلق منك، الاستيميتس بقت inaccurate، وده معناه إن في باترن أو اتجاه في مشاكل، بس لسه مفيش دليل رسمي، لكن الاتجاه مش صح. البي ام اي عايزك تتحرك هنا، مش بعد ما يحصل الميست ديدلاين. تاني حاجة الستيك هولدر تون شيفت، السبونسر بقى بيرد متأخر، الكوميونيكيشن بقت رسمية زيادة، الفيدباك بقى حاد. ده مش كونفليكت لسه، ده كونفيدنس اروجن، يعني الدنيا بدأت تتلخبط معاك. لو استنيت لحد ما العلاقة تبقى ايشو هتكون اتأخرت. تالت حاجة increase the change requests، عدد ال change requests بدأ يزيد أو بقت significant أكتر. ده غالبا معناه إن requirements instability أو السكوب misalignment، ولو فضلت تعالج كل change لوحده هتفوت الصورة الكبيرة. رابع حاجة الفندور responsiveness slowing، المورد بقى بياخد وقت أطول في الرد أو التسليم، ودي إشارة إن في capacity problem أو priority shift. لسه ما حصلش ديلي رسمي لكن الاتجاه واضح. خامس حاجة التيم مورال دروبينج، يعني الكونفليكتس أو الصراعات بدأت تزيد، الانجيجمنت بدأ يقل، والتيرن أوفر بدأ يظهر، وده ايرلي سيجنال لأزمة إنتاجية جاية في السكة. الفرق المهم جدا إن أنت these are not issues yet، دول مش issues، ودي جملة امتحانية خطيرة. الايشوز بتساوي امباكت حصل، انما دول سيجنال، اتجاه خطر بيتكون. طيب يعني ايه ريسك تريجر؟ التريجر هو الميجرابل ايفنت، بيأكد ان الريسك قرب يحصل. يعني مثلا لو فيلوسيتي نزل تحت رقم معين، لو المورد اتأخر 3 ايام، لو السبونسر غاب مرتين، ساعتها الريسك بقى جاي في السكة او في تريجر عنه. البي ام اي لوجيك هنا انك تايدنتيفاي الباترن، بعد كده تأسس الاكسبوجر، وبعد كده تاكت بما يناسب، مش دوكيمنت اند ويت. الاماتشر بيلاحظ المشكله او الراجل اللي عنده خبره بيلاحظ المشكله، لكن البروفيشنال بيلاحظ الاتجاه. والبي ام بي اكزام بيدور على الاتجاه، على التاني اللي بيدور على الاتجاه او الباترن عشان يلحق يمنع المشكله قبل ما تحصل. ريسك ريسبونسيف ثينكينج، البي ام اي لوجيك. اخطر غلطه في الريسك كويستشن انك تحفظ avoid mitigate transfer accept وتفتكر ان في ترتيب معين تمشي عليه.
البي ام اي مش بيمتحنك في حفظ الديفينيشنز، البي ام اي بيمتحنك في الجادجمنت. اول مبدأ لازم تفهمه ان الريسك ريسبونسز دي هي عبارة عن قرارات او ديسيشنز، مش مصطلحات. القرار الصح بيتحدد بناء على severity وتايمينج وكنترول ليفل وستيك هولدر توليرانس واستراتيجيك فاليو. اول حاجه الافويد، يعني تغير الخطه بحيث تلغي الخطر تماما. مثال: تلغي فيتشر خطيره او تغير تكنولوجي او تستبعد فيندور. بيستخدم امتى؟ لما الامباكت يكون عالي جدا. وافويدنس ممكن بدون ما تدمر الفاليو، لكن خلي بالك افويد مش دايما افضل حل او افضل خيار، احيانا بيكون مبالغ فيه. ميتيجيت، وده الاكثر شيوعا في الامتحان، يعني تقلل البروبابيلتي او الامباكت. مثال: تعمل باك اب فيندور او تزود تيستنج او تزود تريننج. الميتيجيشن غالبا بيكون الاجابه الصح لو في مساحه لتقليل الخطر بدل ما تلغيه بالكامل. ترانسفير، شيفت الفاينانشال امباكت زي الانشورنس او الكونتراكت كلوز او الوارنتي. ومهم تفهم ان الترانسفير ما بيلغيش الريسك، هو بس بينقل التكلفه. وفي اسئله كتير ترانسفير بيبقى ديستراكتور. اكسبت، اكسبت مش معناها انك تتجاهل، اكسبت يعني اكسبوجر مقبول او كوست اوف ريسبونس تكون اكبر من الامباكت. لكن لو السؤال فيه ريسك عالي وتأثير كبير، اكسبت غالبا مش الإجابة الصح. أهم قاعدة تعرفها إن الإكزام لوجيك إن choose the response that best protect value. اختار الإجابة اللي تحافظ لك على الفاليو وكمان بتمنتين فيزابيليتي، مش تختار أقوى رد فعل ومش أغلى رد فعل ومش أذكى رد فعل. خلي بالك إن السياق بتاع السؤال هو اللي بيحدد الصح والغلط. مفيش ترتيب هرمي معين نمشي عليه avoid mitigate transfer. لو حد بيدور على ترتيب ثابت للإجابات هيغلط. الكونتكست هو الملك في أسئلة الريسك. اللي بيحفظ ريسك ريسبونسز بيغلط، اللي بيفكر في فاليو وكونتكست هو اللي بينجح. managing risk during execution. السؤال الخطير: لو الريسك حصل فعلا أعمل إيه؟ وهنا أغلب الناس بتغلط لأنهم بيتحركوا بعاطفة مش بمنهج. البي ام اي عايز منك structured response مش panic reaction. طب إيه هو البراكتيكال فريم ورك؟ تعالوا نشوف مع بعض. What happens when a risk materialize؟ يعني تتحقق. خلينا نمشيها step by step. أول حاجة confirm الستاتس. أول حاجة اسأل نفسك هل ده لسه ريسك ولا بقى ايشو؟ لو حصل امباكت فعلي خلاص بقى ايشو. لو مجرد تريجر اتحقق ولسه مفيش ضرر ممكن لسه يبقى ده ريسك. التصنيف ده بيحدد طريقك كله. تاني حاجة implement الريسبونس. لو كان عندك predefined risk response في الريسك ريجستر تنفذه، ما تعيدش التفكير من الأول. البلاننج كان معمول علشان اللحظة دي. لو مفيش ريسبونس جاهز اعمل رابid اسسمنت بسرعة وبعدين اختار ريسبونس مناسب. تاني حاجة أو تالت حاجة أسس الإمباكت. ما تفترضش، قيم تأثيره على السكوب والسكيدول والكوست والكواليتي. هل محتاج تستخدم contingency reserve؟ هل في بيز لاين تشينج؟ هل الستيك هولدر لازم يعرف؟ assessment قبل أي أكشن كبير. رابع حاجة communicate appropriately. التواصل مش معناه تقول عندنا مشكلة، التواصل الصح يعني سياق options recommendation. الليدر مش بينقل خبر، الليدر بينقل قرار مدروس أو توصية. طيب الفيرست أكشن رول analyze and response not escalate emotionally. يعني أول الفيرست أكشن رول أو قاعدة الخطوة الأولى أو الفعل الأول إنك تعمل تحليل ماشي وتستجيب، مش إنك تسكيليت بعاطفة. في الامتحان لو لقيت إجابة escalate immediately اسأل نفسك هل تم الاناليسيز ولا مجرد رياكشن؟ الاسكيليشن بدون اسسمنت غالبا غلط. البي ام اي بيفترض انك فاهم الجفرنس وعندك اوثورتي مناسبه وتقدر تتحرك قبل ما تجري للسبونسر، الا لو الامباكت فعلا فوق صلاحياتك. المحترف مش بيتصدم من تحقق الريسك، المحترف كان مستعد لها. ريسك ولا فاليو؟ انهي ديسيشن؟ خليني اقولها لك بصراحه، لو هدفك في المشروع انك توصل لزيرو ريسك انت كده غالبا هتوصل لزيرو انوفيشن. البي ام اي مش عايز مدير مشاريع بيخاف، البي ام اي عايز مدير مشاريع بيفهم التوازن. اول فكره لازم تثبتها ان الريسك مانجمنت مش هدفه انك تمنع كل المخاطر، هدفه انك تحمي الفاليو وانت بتتحرك وسط الانسرتينتي. فالعناصر الاربعه اللي بتتحكم في القرار خلينا نبص عليهم بعين الامتحان. اول حاجه الريسك اكسبوجر.
دي البروبابيلتي في الامباكت، يعني قد ايه الخطر ده ممكن يحصل وقد ايه هيأثر. لو الاكسبوجر عالي جدا لازم الريسبونس يبقى قوي. تاني حاجة الاستراتيجيك فاليو، المشروع ده بيحقق ايه؟ البيزنس اوبجكتيفز ايه؟ الماركت بوزيشن، كومبيتيتيف ادفانتج. لو القيمة الاستراتيجية عالية أحيانا تستاهل تتحمل كنترول ريسك. تالت حاجة الستيك هولدر توليرانس، الاورجنايزيشن ريسك ابيتايت عاملة ازاي؟ في شركات كونسرفاتيف محافظة وفي شركات اجريسيف بتقابل الموضوع بعدوانية. القرار الصح لازم يكون متماشي مع ثقافة المؤسسة. رابع حاجة الاوبورتيونيتي بوتنشال، الريسك مش دايما ثريت أو تهديد، أحيانا في أبسايد ممكن يطلع معاك بفرصة. مثال تسريع التسليم ممكن يعرضك لضغط لكن ممكن يكسبك ماركت شير. في الامتحان لو السؤال حاططك بين اختيارين complete safety أو strategic value مع control the risk، غالبا البي ام اي هيختار الكنترول the risk لو في اناليسيس سليم. الفرق بين المانجر العادي والبي ام بي الليفل ليدر ان المانجر العادي يقول لك خلينا في الامان، الليدر يقول لك ازاي ناخد مخاطره محسوبه تحافظ على الفاليو. الخلاصه ان البروجكت ليدر شيب بيساوي بالانسنج اكت، مش بس بتقلل الريسك ولا بتطارد الاوبورتونيتي لكن بتوازن بينهم. الزيرو ريسك مش نجاح، الانتليجنت ريسك هو النجاح. التيبيكال بي ام بي اكزام ريسك سيناريوز، الامتحان مش بيجيب ريسك بشكل عشوائي، هو بيكرر 4 باترنز أساسية. لو عرفت تحدد الباترن هتعرف تختار الفيرست أكشن بسهولة. أول سيناريو emerging risk، هنا السيجنال ظهر لكن لسه مفيش امباكت. زي إيه مثلا؟ فيلوسيتي بتقل، فيندور بدأ يتأخر شوية، الستيك هولدر تون اتغيرت. الغلط هنا إنك تسكليت أو تعمل تشينج ريكويست، إنك تنفذ حل جذري. طب إيه كوريكت أكشن؟ أول حاجة analyze، فيرست تحلل، بعد كده plan appropriate response، لسه مفيش ضرر فما تتصرفش كأن في أزمة. تاني سيناريو no known risk triggered، ده ريسك ما كان موجود في الريسك ريجستر وتحقق التريجر بتاعه. هنا البي ام اي بيسألك سؤال واضح، هل هتختار حل جديد ولا هتنفذ الخطة اللي انت حاططها؟ الكوريكت اكشن هنا انك تimplement البلاند ريسبونس، لو عندك contingency بلان استخدمه، دي اللحظة اللي انت كنت مخطط لها. السيناريو الثالث unplanned event، حصل ريسك جديد مش متسجل قبل كده. الغلط انك تاسكيليت فورا او تغير السكوب او تلوم حد. الكوريكت اكشن هنا انك تاسس البروبابيلتي اند امباكت فيرست، تعمل اسيس وتشوف الامباكت ايه، بعدين تديفلوب ريسبونس. الفيرست ستيب دايما تعمل اناليسيس. السيناريو الرابع ستيك هولدر ريسك توليرانس كونفليكت، واحد ريسك افيرس وواحد اجريسيف. الامتحان هنا بيختبر البيبول سكيل. الغلط انك تاخد قرار لوحدك، الكوريكت اكشن انك تالاين البرسبكتيف ثوت through communication and objective impact evaluation. البي ام اي عايز collaboration مش authority only decision. الخلاصة قبل ما تختار الإجابة اسأل نفسك أنا في أنهي باترن من الأربعة دول؟ emerging، triggered ولا new ولا tolerance conflict، وبعدين اختار الأكشن المناسب. لو عرفت تصنف السيناريو بشكل صحيح نص الحل بيجي لوحده. What should you do first in risk questions؟ وده أهم نوع سؤال في البي ام بي. What should you do first؟ والفرق بين اللي بينجح واللي بيسقط مش في المعرفة لكن في ترتيب التفكير. Step by step PMI reasoning process. خلينا نمشيها بمنهج واضح جدا. أول حاجة ريسك ولا ايشو؟ أول سؤال اسأله لنفسك هل ده لسه ريسك ولا بقى ايشو؟ لو لسه فيوتشر ايفنت تفكير يبقى ريسك، لو امباكت حصل يبقى ده على طول ايشو ريزوليوشن. غلط التصنيف بيساوي غلط في الحل. تاني حاجة ريسبونس ديفايند، هل كان متسجل في الريسك ريجستر؟ هل عندك بلاند ريسبونس؟ لو نفذه، لو لا محتاج اناليسيس، ما تعيدش اختراع العجل. تالت حاجة امباكت اوكيورد، هل حصل ضرر فعلي؟ لو لا لسه عندك وقت، لو محتاج احتواء ومحتاج اسسمنت، مش كل تريجر يعني كارثة. رابع حاجة اناليسيس نيد، هل عندك معلومات كفاية تاخد قرار؟ لو لا جمع داتا واعمل اسيس للبروبابيلتي وكونسلت التيم. الفيرست مش معناها اسرع رد فعل، الفيرست معناها اذكى اول خطوه.
طيب elimination logic wrong answers. الامتحان بيحط لك إجابات شكلها عمل لكنها غلط. زي إيه؟ update risk register only, escalate immediately, replace vendor immediately, submit change request without assessment, wait passively. لو مفيش analysis قبلهم غالبا غلط. correct first actions، ودي الإجابة الصح غالبا بتكون حاجة زي analyze the impact, review risk plan, assess the exposure, meet with team, gather information. الامتحان بيكافئ ال structured thinking مش ال emotional reaction. أهم قاعدة الكي principle analysis precedes ال escalation، يعني التحليل بيبدأ الإيه؟ التصعيد. understanding بيسبق الأكشن، ودي قاعدة ذهبية في الريسك كويشن. الاسكليشن مش غلط على فكرة، لكن لازم يكون after assessment مش before thinking. في أسئلة الريسك الهدوء بيساوي درجات. calm analysis beats dramatic action. common PMP risk exam traps. السلايد دي مش معلومات جديدة، ده تحذير، لأن ال PMI مش بيختبرك في الصح بس، بيحاول يوقعك في الغلط. الإجابات الغلط في الريسك كويشنز بتبقى شكلها منطقي جدا لكنها بتكشف طريقة تفكيرك. التراب الأولاني documentation only update the risk register. من أكتر الإجابات اللي بتظهر لو الإجابة ما فيهاش أكشن حقيقي غير تحديث الورق، إجابة غالبا غلط. الريسك مانجمنت هو الديسيشن زي الأكشن مش تسجيل بس. تراب 2 premature escalation، يعني إن أنت تصعد قبل الأوان. escalate to sponsor immediately من غير analysis ومن غير محاولة حل على مستوى الفريق، غالبا غلط. الاسكيليشن لازم يكون structured ومبرر ومبني على assessment. تراب 3 ignoring the early signals. السؤال ده بيديك باترن واضح، اتجاه مقلق وانت تختار monitor and wait. ده passive approach. البي ام اي بيكافئ البرو اكتيف ثينكينج. تراب 4 immediate change request. في ناس أول ما تشوف الريسك تقول submit a change request من غير ما تقيم البدائل أو تستخدم ال contingency reserve. ده jumping to process من غير thinking. تراب 5 replacing the stakeholders. يقول لك الفندور صعب طب غيره، الستيك هولدر مزعج شيله. دي مش leadership. البي ام اي عايز communication والنيجوشيشن وconflict resolution قبل أي خطوة متطرفة. تراب 6 confusing response types. تعامل الريسك كأنه ايشو أو تعامل الايشو كأنه ريسك. لو لسه مفيش امباكت ما تتعاملش كأنه أزمة، ولو حصل امباكت ما تكتفيش بتحديث الريجستر. البي ام اي تيست الجادجمنت ماتيوريتي نوت البروسيس ميموري. الامتحان مش حافظ خطوات، الامتحان بيسأل هل بتفكر زي الاكسبيرينسد ليدر ولا لا. في الامتحان لو الإجابة سريعة زيادة عن اللزوم وفيها دراما وتصعيد مباشر أو مجرد تحديث مستندات اقراها تاني. غالبا في إجابة أهدى وأذكى. الفخاخ مش في صعوبة السؤال، الفخاخ في رد فعلك السريع. اللي بيفكر بهدوء هو اللي بينجح. AI Assisted Risk Management. احنا هنا بنتكلم عن الريسك بس في 2026 مش هينفع نتجاهل ال AI. السؤال هنا مش هل نستخدم ال AI، السؤال نستخدمه في إيه وما نسيبوش يعمل إيه. What AI can support. ال AI أداة قوية جدا لكن في حدود. أول حاجة الباترن ريكوجنيشن. ال AI يقدر يحلل البرفورمانس داتا والترندز والفاريانس ويكتشف الباترنز اللي أنت ممكن ما تاخدش بالك منها. ده بيخليك تشوف الريسك بدري جدا. تاني حاجة الايرلي ترند ديتكشن. ال AI ممكن يراقب الليدنج انديكيتورز وينبهك لما الثريشولد أو الحدود تعدي. يعني بدل ما تكتشف المشكلة بعد 3 أسابيع تكتشفها في أول 3 أيام. تالت حاجة السيناريو سيميوليشن. وات إف أناليسيس. لو المورد اتأخر أسبوع، لو التكلفة زادت 10%، لو الموارد قلت، ال AI يقدر يعمل لك سيميوليشن أو يحاكي سيناريوهات متعددة بسرعة. رابع حاجة forecasting shift. يتوقع تغير البروبابيليتي بناء على داتا تاريخية، وده بيعزز الريسك أوردز. طب what AI cannot replace. وهنا النقطة الأخطر. ال AI مش بروجكت مانجر. البروجكت مانجر accountability، يعني المسؤولية النهائية بتقع عليك أنت كبروجكت مانجر.
ال AI ممكن يديلك insights، لكن القرار قرارك انت. طيب الستيك هولدر تريد اوفس، AI مش هيوازن بين الريسك والافيرس ريسبونسر والاجريسيف بزنس اونر، ده محتاج هيومن جادجمنت. الجفرنانس ريسبونسابيلتي، الكومبلينس والايثكس والاورجانيزيشنال كونسترينتس دي مسؤوليتك انت كمدير مشروع. البي ام اي باوندري ان الاي اي بيسبورت الاناليسيس، لكن البروجكت مانجر هو اللي بيون الديسيشن، هو المسؤول عن القرار. لو في سؤال في الامتحان فيه تول ذكي، الإجابة الصح عمرها ما هتكون let AI decide، مش هو اللي بياخد القرار. ال AI بيعزز قدراتك وبيساعدك وبيسبورت، لكن ما يعفكش من الاكونتابيلتي أو المسؤولية. البروجكت ليدرشيب هي عبارة عن judgment زائد responsibility. ال AI يساعدك تشوف المخاطر بدري، لكن انت اللي بتتحمل القرار. Risk Response Selection Exercise. طب يلا بينا نطبق الكلام ده عملي. دلوقتي مش بنشرح، دلوقتي بنفكر زي الامتحان. اقرا السيناريو كويس. فيندور اساسي، الاسعار هتزيد 25% بعد 3 شهور. عندك 8% كونتنجنسي وهو المورد الوحيد المؤهل. السؤال هنا مش تعمل ايه، السؤال ايه الريسبونس اللي يحمي الفاليو من غير ما يكسر المشروع. اول خطوة نعمل تحليل للمشهد. خلينا نحلل قبل ما نختار. الريسك لسه ما حصلش، ده فيوتشر انكريز. الاكسبوجر عالي جدا 25%، الكونتنجنسي قليل 8%، الفيندور كريتيكال مفيش بديل سهل. يعني احنا في سيناريو emerging ريسك ومحتاجين context based decision. اوبشن واحد انك تاكسبت، نستخدم الكونتنجنسي ونعدي الموضوع. هل ده منطقي؟ لا، لان 25% اكبر من 8%، وده هياكل البادجت ومفيش معالجه للسبب. اكسبت هنا ويك ديسيشن او قرار ضعيف. اوبشن 2 ميتيجيت، نتفاوض، نقلل الزياده، نشتري بدري، نوزع الزياده على الفيز ان. ده بيقلل اكسبوجر وبيحافظ على العلاقه وبيقلل الامباكت. ده سمارت كنترول اكشن، وده غالبا الاجابه الصح في الامتحان. اوبشن 3 ترانسفير، نحاول ننقل الخطر، لكن المورد هو المورد الوحيد ومفيش انشورنس يغطي ده، ومش ريسك مالي بس. ترانسفير مش واقعي هنا. اوبشن 4 افويد، نغير المورد او نعيد التصميم. ده دراماتيك وهيأثر على السكيدول والكواليتي والديبندنسي. افويد احيانا صح، لكن هنا هيعمل ضرر اكبر. البي ام اي لوجيك ان الميتيجيشن هو الافضل، لانك بتقلل فيه الاكسبوجر وبتحافظ على العلاقه وبتحمي الفاليو بدون قفزه متهوره. واول حاجه تعملها انك تعمل نيجوشيشن اناليسيز كرييتيف كومبرومايز، مش دراماتيك اكشن. اهم درس في التمرين ده ان القرار الصح مش اقوى قرار ولا اسرع قرار. القرار الصح هو اللي يقلل الريسك ويحافظ على الاستراتيجيك ريليشن شيب ويحمي الفاليو. في الريسك كويستشن فكر انك تريديوس الاكسبوجر without destroying السيستم. early warning signal recognition، دلوقتي هنختبر مهارة مهمة جدا في البي ام بي. هل تقدر تفرق بين ال early warning signals والmaterialized issue؟ لأن الامتحان بيحب يلعب في المنطقة الرمادية دي، في إشارات جاية بدري وفي ايشو اتحقق فعلا. فالسيناريو الأولاني سكيدول فاريانس، آخر 3 سبرنت 85 78 71، الفيلوسيتي بتقل. الفريق بيقول ده نورمال فاريشن بس الاتجاه ثابت. السؤال هنا هل حصل ديلي رسمي؟ هل في مايلستون اتكسر؟ لا، ده باترن، ده ايرلي وورنينج سيجنال، لسه مفيش امباكت فعل، لكن الاتجاه بيقول في مشكله جايه. البي ام اي عايزك تتحرك هنا، مش تستنى لما يحصل مس. سيناريو بي الستيك هولدر كوميونيكيشن، سبونسر غاب مرتين بيقول عندي سكيدولينج كونفليكت، لكن مفيش alternative engagement. هل حصل كونفليكت رسمي؟ هل حصل اسكيليشن؟ لا، لكن في سيجنال engagement decline ممكن يتحول ل priority shift او loss of confidence. ده برضه early warning signal، محتاج proactive conversation مش issue escalation. سيناريو سي quality defects، هنا 3 critical defects في البرودكشن. الكاستمرز بيشتكوا رسميا، ده خلاص امباكت حصل. disruption complaints موجودة.
ده ايشو، مش وقت مونيتورنج، مش وقت باترن اناليسيس، ده وقت الكونتينمنت او الاحتواء، الروت كوز اناليسيس، الريزوليوشن، انك تحل. اهم درس هنا ان السيجنال اتجاه، الايشو ضرر. لو لسه الاتجاه بس اتحرك بدري، لو الضرر حصل ابدأ حل بسرعة. لو سؤال في الامتحان ترند او باترن او شيفت غالبا ده ايرلي وورنينج. لو في امباكت او دامج او كومبلين ديلي ده غالبا ايشو. المحترف بيقرا الاتجاه، المبتدئ بينتظر الضرر، والبي ام بي بيكافئ المحترف اللي بيقرا الاتجاه. الفيرست اكشن ديسيشن فريم ورك، ودي اهم سلايد في السيشن كله. لو فهمتها كويس هتعدي 70% من اسئله الريسك في الامتحان. السؤال الكلاسيكي وات شود يو دو فيرست. مشكله ان اغلب الناس بتجري على اكشن، والبي ام اي بيدور على ثينكينج. الفريم ورك المنطقي من تحت لفوق، البي ام اي بيشتغل بترتيب ذهني واضح. لو قلبت الترتيب غالبا هتختار اجابه غلط. اول حاجه لازم تايدنتيفاي التايب، ريسك ولا ايشو. أول سؤال تسأله لنفسك، هل ده future uncertainty ولا current problem؟ لو issue هتدخل في مود resolution مود، لو risk هتدخل في الريسك response مود. وكتير بيغلط هنا وبيمزج بينهم. تاني حاجة البري بلاند، هل الريسك ده كان موجود في الريسك ريجستر ولا؟ لو يبقى انت implement البلاند ريسبونس، لو لا تبدأ تعمل اناليسيس. البي ام اي هنا بيحب انك تحترم الخطة قبل ما تبتكر. تاني حاجة نيد اناليسيس، هل عندك معلومات كافية؟ لو مفيش جذر الداتا او جمع البيانات، اسس الامباكت، ايفالويت البروبابيلتي، وكونسلت الستيك هولدر. في الامتحان الاسكيليشن بدون اناليسيس اجابة غلط. رابع حاجة بروتكت الفاليو، وده اخر فلتر. انهي اختيار بيحمي البروجكت فاليو؟ الستيك هولدر ريليشن شيب، الاستراتيجيك الاينمنت. مش اقوى رد فعل، مش اسرع تصرف، لكن اذكى قرار بيحافظ على القيمة. الترتيب الذهني للامتحان، ستيب 1 انك تعمل ستيتس كلاسيفيكيشن، وستيب 2 بلان ريفيو، ستيب 3 اناليسيز ريكويرمنت، ستيب 4 تعمل فاليو بروتكشن. لو السؤال بيخليك تقفز او تقزح من 1 ل4 غالبا ده تراب. ليه ناس بتغلط؟ لانهم بيحبوا الحل السريع وبيخافوا من المخاطره او بيتاثروا بكلمه ايرجنت. لكن بي ام اي بيكافئ الكالم ستراكشر ثينكينج. الامتحان ما بيقيسش سرعتك، بيقيم منطقك. قبل ما تختار فيرست اكشن اسال نفسك، هل فهمت النوع؟ هل رجعت الخطه؟ هل حللت الموقف؟ هل القرار بيحمل قيمه؟ لو الاجابه نعم انت بتفكر زي البي ام اي. ريسك ريجستر ان اكشن، ناس كتير فاكره ان الريسك ريجستر مجرد جدول بنملاه في البلاننج وخلاص. البي ام اي بيشوفه بشكل مختلف تماما. ده عباره عن سبورت تول ليفنج ديسيشن، مش ملف ارشيف. الريسك ريجستر مش دوكيومنتيشن، هو اكسكيوشن تول. لو مش بيستخدم في اتخاذ قرار يبقى مالوش قيمه. خلينا نمشي على الجدول اللي موجود قدامنا ده واحده واحده. عندنا بريوريتي متقسمه من هاي لميديوم ولو، وعندنا ريسك ديسكريبشن والبروبابيلتي في الامباكت والريسبونس استراتيجي والتريجر والاون. اول حاجه عندنا الهاي بريوريتي، ودي كانت عباره عن الريسك ديسكريبشن. كان الكي اركتكت ميلي ممكن يسيب الشغل ويمشي. البروبابيلتي بتاعته في الامباكت عباره عن 0.4 في يعني 4 من 10، وكانت كان الامباكت بتاعه هاي. الريسبونس ان انت تعمل ميتيجيت كروس ترين تيم ممبر، تعمل تريننج لعضو تاني. التريجر عندنا واضح جدا ان هو الجوب سيرش اكتيفيتي، بدا يدور على شغل. الاونر محدد هو البروجكت مانجر، وده مثال ممتاز جدا. ريسبونس محدد وتريجر قابل للقياس واونر معروف. ده مش كلام نظري، ده بلان جاهزه للتنفيذ. طيب عندنا الريسك اللي بعد كده ريجولاريتي ابروفال ديلي. هنا الريسبونس submit early with additional documentation، مش انك to monitor and wait، لكن proactive mitigation. التريجر هنا initial feedback request، يعني اول ما المؤشر يظهر التنفيذ يبدا فورا. ال API breaking change، يعني ده mitigation. build abstraction layer، ده تفكير system thinking مش رد فعل سريع. لما نيجي نشوف اللو ريسك، عندنا كانت الروم افيلابيلتي، هنا اكسبت، لكن حتى القبول هنا مش سلبي. عنده alternative جاهز ان هو الفيرتشوال ميتنج.
النقطة المهمة إن السطر ده if a trigger occurs the response must move from planning to execution immediately. يعني لو السؤال بيقول التريجر occurred أو حصل التريجر، إجابتك مش إنك تابديت the risk register، إجابتك إنك تimplement the response. في الامتحان اختيارات زي الابديت دوكيومنتيشن وريفيو الريسك ريجستر وريكورد ذا ريسك غالبا غلط لو التريجر حصل. البي ام اي عايز اكشن مش كتاب. الريسك ريجستر ده كان عباره عن سامبل، كل واحد وكل مدير مشروع بيعمل ريسك ريجستر اكوردنج تو السكوب وظروف والانفايرمنت بتاعت المشروع بتاعه، وبيعمل لها ابديت باستمرار، وبيخلي باله من البروبابيلتي، وبيحدد فيها الاونر، وبيحدد فيها الديسكريبشن والريسبونس استراتيجي بتاعت كل ريسك. ريسك فيلوسيتي اند تايمينج كونسيدريشنز. مش كل ريسك بيتحرك بنفس السرعه، وفي الامتحان اكبر غلطه انك تتعامل مع كل المخاطر بنفس المنطق. البي ام اي هنا بيختبر نضجك القيادي، هل بتفهم ريسك فيلوسيتي ولا بتتعامل مع كل حاجه بنفس الايقاع؟ طب يعني ايه اصلا ريسك فيلوسيتي؟ الريسك فيلوسيتي هو السرعه اللي الخطر او الريسك ممكن ياثر بها على المشروع، مش بس البروبابيلتي والامباكت لكن كمان التايم. سؤال مهم دايما تسأله لنفسك في الامتحان، لو ده حصل هيحصل امتى؟ عندنا أول نوع slow velocity risk زي الماركت شيفتس والريجولاريتي تشينجز والتكنولوجي obsolescence. دي مخاطر بتتحرك ببطء، بتديك وقت تفكر، تراجع وتعدل تدريجيا. هنا ينفع تعمل periodic review وتعمل strategic adjustment، لكن ما ينفعش تتجاهلها. بطء الخطر مش معناه إن هو مش مهم. تاني نوع الميديم فيلوسيتي ريسك زي الفندور كاباسيتي ايشوز والستيك هولدر بريوريتي تشينجز والسكيل جابس. دي بتيجي بالتدريج لكن تأثيرها بيكون أسرع من النوع الأول. هنا البي ام او بيتوقع منك إنك تعمل ويكلي مونيتورنج واكتف تراكنج، وتعمل كمان ايرلي وورنينج ديتكشن. لو استنيت كتير هتتحول بسرعة لإيشو. تالت نوع الهاي فيلوسيتي ريسك، وده أخطر نوع، زي السكيورتي ثريتس والسيستم فيلير والكريتيكال ريسورسز لوس. دي ممكن تتحول لكرايزس او ازمه خلال ساعات او ايام معدوده. هنا بقى ما ينفعش تعمل كوارترلي ريفيو ولا تعمل مونيتورنج بشكل ضعيف. البي ام اي بيقول لك لازم تعمل هاي فيلوسيتي ريسك ريكواير ايه؟ ريكواير بري ابروفد كونتنجنسي ورابيد ريسبونس كابابيلتي وكلير اوثورتي تو اكت. لازم تكون عارف ان الريسك مانجمنت انتنستي ماست ماتش الريسك فيلوسيتي. يعني لو الريسك سريع رد فعلك لازم يكون اسرع، لو الريسك بطيء ما تستهلكش موارد مبالغ فيها. لو السؤال بيقول لك the system outage may occur at any time، معنى كده ان ده high velocity risk، واجابتك ما ينفعش تكون monitor and review monthly، اجابتك لازم تكون ensure contingency plan is ready او activate response immediately. هنا البروجكت مانجر الناضج مش بس بيعرف نوع الاستجابة لكن كمان يعرف امتى يسرع وامتى يهدي. الذكاء هنا في التايمينج. المخاطر مش بس بتتقيم بالحجم لكن بالسرعة، واللي بيفهم السرعة هو اللي بيسيطر على المستقبل. Positive Risk Opportunities Management. أغلب الناس لما تسمع كلمة ريسك تفكر في الثريت، لكن البي ام اي بيقول حاجة مهمة جدا، إن الريسك هي uncertainty، ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي، والبي ام بي اكزام احيانا بيختبرك في النقطه دي. اول تصحيح ان مش كل ريسك لازم تقلل اثر، بعض المخاطر لازم تزود احتمال حدوثها، ودي اسمها opportunity management. طيب الثريت ريسبونس، التهديدات دي اللي انت حافظها اللي هي الافويد والميتيجيت والترانسفير والاكسبت، كلهم هدفهم انك تقلل البروبابيلتي او الامباكت. الاوبورتيونيتي ريسبونس او الفرص، وهنا العقليه بتتغير، بدل ما تقول ازاي اهرب بتسال ازاي استفيد اكتر. فبتبقى أول حاجة اكسبلويت، إنك تضمن إن الفرصة تحصل مش تسيبها للحظ. يعني لو في تقنية جديدة هتسرع المشروع تستثمر فيها فورا. انهانس، إنك تزود احتمال أو فايدة الفرصة، زي المثال في السلايد، منافس متأخر أسرع أنت في التنفيذ واخد الماركت شير. تالت حاجة شير، ودي شراكة استراتيجية بتقسم الفايدة مع طرف تاني عشان تزود فرص النجاح. رابع حاجة اكسبت بقى بشكل إيجابي أو بوزيتيف، يعني لو الفرصة حصلت هتاخد منها فايدة لكن مش هتستثمر موارد دلوقتي. الفرق في الامتحان إن الثريت بتريديوس الإكسبوجر، إن الأوبورتيونيتي بتنكريز البنفيتس.
لو السؤال بيقول لك there is a potential to complete early وما تختارش exploit أو enhance، غالبا تبقى اخترت in threat mindset في ال opportunity scenario، وده حاجة مش صح. في الامتحان بعض الطلبة بيختاروا mitigate في سيناريو opportunity، ده خطأ برضه في الفهم. السؤال هنا بيختبر هل انت شايفها تهديد ولا فرصة. فالبروجكت مانجر الناضج مش بس بيقلل المخاطر لكن كمان بيصنع فرص، وده جزء من الفاليو ديليفري مش بس بروتكشن. افضل بروجكت مانجر مش بس اللي بيتجنب المخاطر، ده بيستثمر في عدم اليقين. risk interdependencies and cascading effect. أكبر خطأ في إدارة المخاطر إنك تفكر إن كل ريسك لوحده. البي ام اي بيقول العكس. risks rarely exists in isolation. نادرا ما توجد الريسك لوحدها معزولة. الخطر ما بيجيش لوحده، بيجيب معاه سلسلة كاملة. ريسك واحد ممكن يرفع البروبابيليتي لمخاطر تانية ويضاعف الإمباكت ويعمل كاسكيد إفكت، وده اللي بيميز التفكير السطحي عن السيستم ثينك. المثال اللي معانا في السلايد إن البرايمري ريسك هي كي ديفلوبر ليف. الكي ديفلوبر أو موظف هيمشي. في ناس تقول نعين حد جديد وخلاص، لكن القصة مش بتقف هنا. يحصل secondary risk إن النولج ترانسفير incomplete، نقل المعلومات والمعرفة ما بيكملش، وهنا بيبدأ يظهر الريورك والجودة بتتأثر والوقت بيزيد. بعد كده تالت ريسك أو التريتوري ريسك إن السكيدول يحصل فيه ديلي والكونتراكتوال يجي عليها غرامات والستيك هولدر كونفيدنس يحصل فيها تآكل. الخطر بقى مش تقني بس، بقى فيه ريبوتيشن ريسك أو سمعة بتتأثر. يجي بعد كده رابع حاجة أو رابع ريسك الكومباوند امباكت، ودي بنسميها كومبو بقى، اللي هي خدها إيه فري، إن يحصل عندك بادجت أوفر رانز وسكوب ريدكشن واستراتيجيك فاليو كومبرومايز. ودي الحاجات اللي كده إيه، أنت اشتريت سندوتش ومعاه بطاطس كومبو، أهو ده الريسك اللي جات لك زيادة من غير أي حاجة. رابع حاجة تلاحظ إن إحنا بدأنا بشخص واحد ووصلنا لفقدان قيمة استراتيجية، وده اسمه الكاسكيدنج ريسك تشين. لو السؤال بيقول لك a key resource resigned، ما ينفعش تفكر في الريبليسمنت بس. البي ام اي بيتوقع منك انك تعمل اسيس لريليتد ريسكس، تشوف ايه الريسكات المرتبطة بهذا الامر، وتعمل ايفالويت للريبلز افكت، وتريفيو الديبندنسي ماب، يعني تشوف ده مرتبط بايه وايه العلاقات وهيتأثر بايه عشان ما يطلعلكش برايمري سكندري ريسك وتريتري ريسك وكومباوند امباكت. البي ام اي اكسبكتيشن بيتوقع منك ان لما الريسك يحصل مش بس تنفذ الريسبونس، لكن تسأل which other risk just become more likely، ايه اللي ممكن يحصل تاني. وده تفكير الماتيور بروجكت ليدر. في الامتحان في تراب ان اختيارات زي الريبليس ريسورس والابديت سكيدول وانفورم السبونسر لوحدهم غالبا ناقصين. الاجابه الصح غالبا فيها assess الامباكت اون ريليتد ريسكس وريفيو الريسك ريجستر ديبندنسيز وريفاليويت الايه الاكسبوجر. وده طيب الكلام ده مرتبط بايه في البيب بوك 8؟ مرتبط بالسيستم ثينكينج والكومبلكسيتي والادابتابيلتي. البي ام اي بيختبر هل انت شايف الصوره الكبيره ولا بتتعامل مع اعراض بس. الخطر الحقيقي مش في الحدث نفسه ولا في الريسك نفسه، لكن في السلسلة اللي وراه، والقائد الحقيقي اللي بيفكر في الدومينو قبل ما يقع. Quantitative Risk Analysis Essential. في البي ام بي مش مطلوب منك تبقى statistician أو إحصائي، لكن مطلوب تبقى decision maker. الكوانتيتيف ريسك اناليسيز مش استعراض رياضي، هو أداة لاتخاذ قرار مبني على أرقام. أول نقطة مهمة في مشاريع بسيطة، الكواليتيتيف سواء هاي او ميديوم او لو بيكون كافي، لكن في اللارج بادجتس والهاي انسرتينتي والاستراتيجيك اكسبوجر الارقام بتفرق. فاول حاجه الاكسبكتد مونتري فاليو او الاي ام في، وهنا البروبابيلتي في الامباكت زي المثال اللي معانا في السلايد، ان البروبابيلتي 0.25 في الامباكت اللي هي ال 500 كي كوست، النتيجه ان بتساوي 125 كي اكسبوجر ريكوايرنج ريسيرف الوكيشن، وده اسمه اكسبوجر، وده معناه ان لازم يكون عندك ريسيرف يغطي الرقم ده. في الامتحان او الاكزام لوجيك لو السؤال فيه probability وكوست غالبا بيختبر الاي ام في، لكن الحساب بسيط، المهم الانتربريتيشن او التفسير.
يعني هل الرقم ده بيستحق الميتيجيشن ولا الأكسبت. تاني حاجة مونتي كارلو سيميوليشن، والرقم هنا 87% confidence، يعني 87% احتمال نخلص ضمن الميزانية. السؤال المهم، هل ده مقبول حسب الستيك هولدر ريسك توليرانس؟ في الامتحان لو السبونسر عايز 95% كونفيدنس يبقى 87% مش كفاية، يبقى أنت محتاج ريسك ريدكشن أو additional contingency. تالت حاجة الريسك بريوريتي نمبر الار بي ان، وده البروبابيلتي في الامباكت. أحيانا الديكتابيلتي، زي المثال إن 8 امباكت في probability 0.4 بيساوي 3.2 سكور، وده بيساعدك في البريوريتيزيشن او تحديد الاولويات، وكمان بيساعدك في الريسورس الوكيشن. خلي بالك من الانتربريتيشن ماترز مور ذان الماث، يعني التفسير او الترجمه اهم بكتير جدا من الارقام. في الامتحان الارقام سهله، التحليل هو التحدي. البي ام اي مايند سيت ان الكوانتيتيف اناليسيز بيستخدم لما الامباكت يكون عالي والقرار يكون مكلف والمخاطر تبقى معقده. مش كل ريسك محتاج مونتي كارلو، اختيار مستوى التحليل جزء من القيادة. في الامتحان في اكزام ترابس اختيارات زي البيرفورم ديتيلد كوانتيتيف اناليسيز، لو المشروع بسيط ده غالبا مبالغ فيه. البي ام اي بيحب رايت تول فور ذا رايت كونتكست، الأداة المناسبة للسياق المناسب. الأرقام مش هي الهدف، الهدف إنك تفهم إزاي الرقم بيغير القرار، وده الفرق بين واحد حافظ معادلة وليدر بيفهم الإكسبوجر أو قيمة السكور. ريسك كوميونيكيشن استراتيجيز، مش كل بروجكت مانجر بيفشل بسبب الريسك، بعضهم بيفشل بسبب طريقة كلامه عن الريسك. في الامتحان وفي الحياة العملية إن الكوميونيكيشن هي البرسبشن هو الديسيشن. الفكرة إن البي ام اي ما بيختبرش بس إزاي تحلل الخطر، لكن كمان إزاي تعرضه. الريسك كوميونيكيشن لازم يوازن بين الترانسبيرنسي والكونفيدنس والكونتكست والأوبشنز، الشفافية والثقة والسياق والاختيارات المطروحة. أول حاجة avoid الفير based communication، الجملة الضعيفة we have 37 open risk، لما تقول كده ده بيخلق بانيك. الجملة الأقوى إن تقول we are actively managing 12 high priority risk with mitigation plan، يعني أنت بتقدم المشكلة ومعاها جمل الطمأنينة. لاحظ الفرق من خوف الأولانية إن إحنا عندنا 37 ريسك إلى التانية كنترول we are actively managing، في كنترول أهو، إحنا بنهندلهم وبنمانج ال 12 high priority risk ماشي، وعندنا الميتيجيشن بلان بتاعته. في الامتحان لو السؤال فيه سبونسر قلقان اختار إجابة فيها كلاريتي وكنترول مش ألارم. تاني حاجة provide الكونتكست اند اوبشن، جملة ضعيفة زي schedule will slip أو السكيدول هيتأخر أو يحصل فيه مشكلة، لكن الجملة القيادية إن هي risk materialized we have three options. دي لغة البي ام اي، إن لما الريسك تتحقق عندنا 3 اختيارات أو 3 اوبشنز نقدر نمشي فيهم. ما ينفعش تعرض مشكلة بدون alternatives أو recommendations. في الامتحان لو إجابة فيها inform the stakeholders of the delay بس من غير context أو options غالبا دي إجابة ناقصة. تالت حاجة focus on control and response، اللغة الضعيفة زي this is out of our hands، ما نقدرش نعمل حاجة. البي ام ما بيحبش العجز، بيحب لغة القيادة زي we cannot control vendor delay but we built buffer، احنا ما نقدرش نتحكم في تأخر المورد لكن عملنا بفر في السكيدول، وده اسمه response framing. رابع حاجة use data to support the judgment. I feel this is risky، ده رأي، لكن historical data shows 40% probability، ده decision based communication. في فرق بين I feel this is risky ده رأيك انت حاسس ان ده في ريسك، لكن لما تقول historical data shows 40% probability ده اسمه decision based communication. البي ام اي دايما بيميل للداتا باكد ريزونينج، بيحب الريزونينج وان انت تنسبها لبيانات. في اسئله الامتحان الستيك هولدر كوميونيكيشن افضل اجابه غالبا فيها كونتكست واناليسيز واوبشنز وريكومنديشن، مش مجرد انك بتنقل الخبر. طب القياده هنا فين؟ القائد مش بس يحل المشكله لكن بيظبط طريقه عرضها بحيث يحافظ على الثقه.
المخاطر مش بس بيتم إدارتها لكنها برضه بتتحكي وبتروى وبتنقل، وطريقة الحكي ممكن تنقذ المشروع أو تهزه. Risk Management Maturity Evolution. مش كل الناس بتدير المخاطر بنفس المستوى، وفي البي ام بي مش بيختبرك على مستوى شركتك، بيختبرك على مستوى البروجكت ليدر الناضج. الريسك مانجمنت ليه مستويات نضج، والامتحان دايما بيفترض انك بتفكر في ليفل 4 أو 5 حتى لو بيئة شغلك ليفل 2. ليفل 1 هو الرياكتيف، الفاير فايتنج مود. المشكلة تحصل نتصرف بعدها، مفيش تخطيط مسبق، ده أسوأ مستوى، وده غالبا الرونج أنسر في الامتحان. ليفل 2 الكومبليانت، في ريسك ريجستر لكن مجرد ورق، دوكيومنتيشن من غير مونيتورنج حقيقي، وده مستوى إداري مش قيادي. ليفل 3 ميجرد، وهنا بدأنا ننضج، مونيتورنج، تراكنج ميتريكس، امبلمنتنج ريسبونس، لكن لسه مش استباقي بالكامل. ليفل 4 anticipatory، وده مستوى البي ام بي الحقيقي، detect early warning signals، risk thinking embedded in decisions، continuous awareness. هنا القائد بيسبق المشكلة. ليفل 5 بقى ده الاوبتمايزنج، وده أعلى مستوى، مش بس بتدير المخاطر، ده أنت بتستخدمها عشان تخلق ميزة تنافسية. risk becomes strategic leverage. طيب في السلايد دي البي ام بي assumes ليفل 4 أو 5 thinking. لو السؤال فيه اختيار wait and see ده غالبا ليفل 1، ولو فيه review risk register periodically ده غالبا ليفل 2، ولو فيه analyze trends and act proactively ده ليفل 4. الفرق هنا في القيادة أو في الليدرشيب إن ليفل 1 ده رد فعل، ليفل 2 ده التزام شكلي، ليفل 3 ده متابعة، ليفل 4 ده استباق، إنما ليفل 5 ده استثمار. الامتحان عايزك هنا anticipatory and strategy. في الامتحان لو بيئة المشروع ضعيفة في السؤال ما تختارش إجابة ضعيفة. البي ام اي مش بيكافئ الانخفاض في النضج، هو بيختبر كيف يجب أن يدار المشروع. مش المهم شركتك في أي ليفل، المهم أنت بتفكر في أي ليفل، والبي ام بي عايزك تفكر كقائد استباقي مش موظف توثيق. Integration Risk Across Knowledge Areas. أكبر خطأ في التفكير في المخاطر إنك تحطها في صندوق لوحدها. البي ام اي بيقول بوضوح إن الريسك مش نولج اريا منفصل، الريسك طريقة تفكير بتخترق كل حاجة. في الامتحان نادرا ما يجي سؤال ريسك بمعزل، هيجيلك سيناريو، سكيدول في ضغط، كوست في ريسيرف، فيندور متأخر، تيم عنده سكيل جاب، واللي بينجح هو اللي بيشوف الصورة كلها. السكيدول، الريسك مرتبط بالبافر مانجمنت والكريتيكال باث والفلود كونسامشن. لو في ديلي ريسك لازم تسأل هل عندي contingency buffer ولا لا. الكوست، الريسك هنا بيساوي الريسيرف allocation. لو الاي ام في عالي يبقى لازم contingency ريسيرف مناسب، لو الريسيرف مش كافي القرار بيتغير. في البروكيورمنت، الفندور ريسك، الكونتراكت تيرمز، البرفورمانس بينالتيز. لو المورد متعثر ده مش بس procurement ايشو، ده سكيدول زائد كوست زائد ريبيتيشن. في الكوميونيكيشن، الريسك كوميونيكيشن بيحافظ على التراست والستيك هولدر كونفيدنس. لو عرضت ريسك بطريقه غلط حتى لو بتحل صح الثقه بتنهار. الريسورسز، السكيل جابس، الكاباسيتي بلاننج والكي ريسورس ديبندنسي. الريسك هنا بيأثر على الكواليتي والسكيدول والمورال. في الكواليتي، ديفكت بريفنشن وتستنج الاستراتيجيز والروت كوز اناليسيس. الريسك في الجوده مش بس ريورك لكنه كوست وديلي وريبوتيشن. في امتحان لو السؤال بيقول there is a delay due to a vendor performance، الإجابة الصح مش procurement بس، لازم تفكر في الامباكت on schedule والامباكت on cost والستيك هولدر perception والcontingency use، ده اسمه الهوليستيك thinking. في exam trap اختيارات ضيقة التفكير زي الابديتد procurement plan غالبا ناقصة. البي ام اي بيحب الإجابات اللي بتعكس الكروس دومين امباكت اويرنس. طيب ده مرتبط بإيه بين بوك 8؟ مرتبط بالسيستم فور فاليو ديليفري والسيستم ثينكينج والكومبلكسيتي والفاليو فوكس. الريسك بيأثر على القيمة الكلية مش بس عنصر واحد. الخطر مش بيضرب قسم واحد، بيضرب النظام كله، والقائد الليدر الحقيقي بيفكر بنظرة 360 درجة. مابينج تو بين بوك جايد، الإصدار الثامن أو مبادئ الإصدار الثامن.
ناس كتير لسه فاكرة إن الريسك مانجمنت توبيك لوحده، لكن بيمبوك 8 غير اللعبة. الريسك مش نولج اريا منعزلة، الريسك عقلية متداخلة في كل حاجة. الستيوردشيب، لما تدير الريسك صح انت بتحمي البروجكت فاليو والاورجانيزيشنال ريسورس. ده مش تاسك، ده مسؤولية قيادية. التيم، الريسك مش مسؤوليتك لوحدك. انجيج ذا تيم، الفريق دايما شايف السيجنالز بدري، بس لازم تخلق بيئة تخليه يتكلم. 3. الستيك هولدرز، الريسك توليرانس مختلفة من شخص للتاني. في سبونسر ريسك افيرس وفي بزنس اونر اجريسيف، شغلك انك توازن بينهم. رابع حاجة الفاليو، كل ديسيشن في الريسك لازم يسأل سؤال واحد: هل ده بيحمل فاليو؟ لو بتقلل الريسك لكن بتدمر الفاليو ده مش نجاح. خامس حاجة السيستم ثينكينج، الريسك مش بيجي لوحده، الريسك ممكن يبقى تريجر ريسك للتاني. لو فيندور اتأخر السكيدول يتأثر، البادجت يزيد، الستيك هولدر كونفيدنس تقل. فكر دايما في الانتردبندنسز أو العلاقات بين الريسكات وبعضها. 6. adaptability and resilience، البروجكت قوي مش اللي ما فيهوش مشاكل، البروجكت القوي هو اللي بيتكيف بسرعة ويتوقع بدري ويرجع يقف بسرعة. الكواليتي، كتير من الديفكتس أصلها ريسك غير مضار بشكل جيد. proactive risk identification بيمنع الريورك. الكومبلكسيتي، كل ما المشروع كان أعقد كل ما الانسرتينتي بتزيد. الريسك مانجمنت هنا مش اوبشنال، ده سيرفايفل تول. أهم رسالة إن الريسك مانجمنت embedded across all principles، مش بروسيس جروب ومش ستيب في بلاننج، ده ثريد ماشي في كل حاجة. لو السؤال بيتكلم عن الكواليتي والستيك هولدرز والتيم والكومبلكسيتي وفيه عنصر uncertainty، اعرف إن الريسك ثينكينج داخل في الصورة. في بيمبوك 8 الريسك مش شابتر، الريسك هو طريقة تفكير. سيشن سمري، فاكرين بدأنا السيشن ده بإيه؟ قلنا إن البي ام بي مش بيختبر تعريفات الريسك، بيختبر ازاي تفكر تحت عدم اليقين او في وجود الانسرتينتي. والنهارده او دلوقتي وصلنا نقطة مهمة جدا، ان الريسك مانجمنت هي عبارة عن leadership intelligence. طيب اول حاجة الريسك is continuous not periodic، المخاطر مش planning activity وخلاص، هي continuous thinking ongoing awareness و active monitoring. لو بتفكر في الريسك مرة كل شهر ده ليفل 2، البي ام اي عايزك ليفل 4. 2. البرو اكتيف ثينكينج ديفاينز ليدرشيب، القائد مش اللي بيحل المشكله بعد ما تحصل، القائد بيشوف الباترن او الاتجاه او الترند قبل ما تتحول لازمه. الاكزام كويستشنز دايما بتميل للاجابه اللي فيها early action او not، وكمان not reactive action. ثالث حاجه الايرلي ديتكشن بريفنتس الكرايسيس، الايرلي وورنينج سيجنالز هي الذهب الحقيقي، لو استنيت امباكت يحصل هتبقى بتدير ايشو مش ريسك. رابع حاجة analysis precedes escalation، أحد أهم قوانين ال PMP. analyze first escalate later، التصعيد بدون تقييم ده غالبا wrong answer. خامس حاجة control the risk enables value، الزيرو ريسك هو عبارة عن زيرو innovation. أحيانا أفضل إجابة في الامتحان هي الكنترول دي ريسك مش الكومبليت افويدنس، أن أنا أتجنبها بشكل نهائي. سادس حاجة documentation alone is insufficient، تحديث الريسك ريجستر من غير تنفيذ مش إدارة مخاطر. البي ام اي بيكافئ الاكشن والجادجمنت والليدرشيب ماتيوريتي. النهائيا رسالة نهائية ان الريسك انتليجنس هي اللي بتميز الافريج بروجكت مانجر عن الهاي بيرفورمينج ليدر. والامتحان بيختبر هل انت جاهز تفكر بالطريقة دي ولا لا. المشروع مش بيفشل بسبب الخطر او الريسك، بيفشل بسبب تجاهله. والقائد الحقيقي مش بيهرب من عدم اليقين او الانسرتينتي، هو بيسيطر عليه. كي تيك اويز الاكزام ريدي رولز، دي اهم سلايد في السيشن. لو نسيت كل الامثله وكل الرسومات احفظ طريقه التفكير دي، لان البي ام بي بيختبر لوجيك مش ميموري. اول حاجه انالايز بيفور اكتنج، وده اول رد فعل مش تنفيذ، اول رد فعل انك تعمل اسسمنت تقييم. لو لقيت اختيار فيه immediately escalate من غير تحليل ده غالبا غلط. تاني حاجه implement the planned responses when risk trigger، لو السؤال بيقول trigger acute إجابتك مش update the register، إجابتك تكون execute the response. planning انتهى دلوقتي وقت التنفيذ. تالت حاجة do not escalate without assessment، التصعيد في البي ام بي مش أول خطوة. gather information evaluate impact consider the options وبعدين تقرر. رابع حاجة detect the pattern early،
لو في ترند ديكلاين ريبيتد سيجنال ده ايرلي وورنينج. البي ام اي بيكافئ اللي بيتحرك بدري. خامس حاجة الريسك مش هو الايشو. الريسك فيوتشر انسرتينتي، الايشو بريزنت بروبلم. لو الامباكت حصل بالفعل مش هتستخدم الريسك ريسبونس، هتستخدم الايشو ريزوليوشن. سادس حاجة زيرو ريسك از نوت ذا اوبجكتيفز. الهدف مش انك تلغي المخاطر، الهدف انك تحمي الفاليو او القيمة وتوازن بين التهديد والفرصة. احيانا اكسبت هي افضل اجابة. سابع حاجة documentation without action is wrong. تحديث السجل من غير تنفيذ ضعف قيادي. البي ام اي عايز اكشن زائد جادجمنت. تامن حاجة first answer usually involves assessment or collaboration. أغلب أسئلة what should you do first الإجابة الصح فيها analyze, review, meet, assess, collaborate، مش replace, terminate, escalate, change scope. خلاصة افهم الحالة قبل ما تتحرك، نفذ الخطة لما التريجر يحصل، ما تصعدش بدون تحليل، شوف الإشارات بدري، فرق بين الريسك وبين الإيشو، وازن بين الحماية بتاعت الفاليو والفاليو. ما تكتفيش بالورق، أول خطوة غالبا تقييم مش تنفيذ. لو قدرت تفكر بالطريقة دي هتجاوب صح حتى لو نسيت اسم العملية، لأن البي ام بي في الآخر امتحان نضج قيادي مش امتحان حفظ. سيشن 8 انتهت. في سيشن 9 هنبدأ ندخل على مستوى أعمق من الديسيشن authority والجفرنس، وإزاي نبني نظام يخلي الاستباق مش اجتهاد فردي لكن ثقافة مشروع كامل. هنا هناخد بريدج تو سيشن 9. احنا في سيشن 7 اتكلمنا عن الاكسكيوشن، وفي سيشن 8 اتعلمنا ازاي نسبق المخاطر. السؤال بقى، لو انت بقيت قادر تدير المخاطر باحترام هل ده كفاية؟ الحقيقة الإجابة ان ده مش دايما. What we have mastered، احنا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان الاكسكيوشن محتاج proactive control، والريسك محتاج early detection، والقرار الصح بيجي بعد الاناليسيس، والقيمة بتتحمي او الفاليو بتتحمي بالتوازن مش بالخوف. بقى عندك عقلية الانتسيبيت، اسيس، بعدين اكت. لكن the next challenge، ايه اللي يحصل لما الستيك هولدرز عندهم ريسك توليرنس مختلفة، الاثوريتي موزعة، الجفرنس معقد، ثقافات تنظيمية مختلفة. هنا بقى الموضوع مش ريسك بس، ده جفرنس. السؤال الحقيقي، لو في multiple risks competing priorities و escalating needs، ازاي تقرر امتى تصعد والمين تصعد وبأي لغة تصعد من غير ما تضيع الثقة أو الزخم. سيشن 8 علمتك ازاي تفكر تحت الانسرتينتي. سيشن 9 هتعلمك ازاي تدير القرار تحت السلطة أو الجفرنس. إدارة المخاطر مهارة، لكن إدارة التصعيد والجفرنس أو الحوكمة فن قيادي. في السيشن الجاية هنبدأ نرتقي من برو اكتيف ريسك مانجر إلى استراتيجيك ديسيشن ليدر. هنا بريفيو عن سيشن 9 اللي هو الستيك هولدر داينامكس والجفرنس اند اسكيليشن انتليجنس. لو سيشن 8 كان فيه ازاي تسبق المخاطر، سيشن 9 عن ازاي تدير البشر لما المخاطر تتحرك. لأن الحقيقة إن المخاطر مش أخطر حاجة في المشروع، السياسة والسلطة أحيانا أخطر. إحنا اتعلمنا نحلل ونقيم ونتحرك بدري، لكن لما تدخل في الباور دايناميك والكومبيتنج بريوريتيز والأثوريتي لايرز القصة بتتعقد شوية. أول حاجة الستيك هولدر كومبلكسيتي، هنتعلم الانفلونس باترنز والكوليشن بيلدينج والمانجنج كونفليكتنج انترستس. في الامتحان مش كل ستيك هولدر عالي النفوذ تتصرف معاه بنفس الطريقة. الذكاء هنا في الالاينمنت مش الصدام. تاني حاجة الجفرنس انتليجنس، كتير بيشوف الجفرنس كقيد، لكن القائد الذكي بيستخدمه كأداة تمكين. هنفهم الديسيشن فريم وركس والاثوريتي باوندريز، وهنفهم كمان هو انتو اسكيليت مقابل هو انتو ريسولف انترنالي، يعني امتى تصعد وامتى تحل مع الفريق. ثالث حاجة هنتكلم عن استراتيجيك اسكيليشن، او ان التصعيد مش ضعف، لكن التصعيد في الوقت الغلط هو ضعف بالقيادة. وهنتعلم امتى نصعد والمين نصعد وبأي معلومات نصعدها. البي ام اي بيحب الاسكيليشن مع الاناليسيز مش الاسكيليشن مع العواطف. ستيشن 9 بيظهر بقوة في أسئلة What should the project manager do first لما يكون في سبونسر وستيرنج كوميتي واكزيكتيف كونفليكت. اللي بيفهم الجفرنس بيعدي الأسئلة دي بسهولة. سيشن 8 بقيت برو اكتيف ريسك ليدر. في سيشن 9 هتبدأ تتحول إلى استراتيجيك اوثورتي نافيجيتور، ونبدأ ندخل على مستوى أعمق من التفكير القيادي اللي البي ام بي بيكافئه فعلا. فاينل ريفليكشن
from uncertainty to confidence. إحنا ما اتعلمناش إزاي نلغي المخاطر، اتعلمنا إزاي نواجهها من غير خوف ومن غير ارتباك، وده فرق ضخم جدا. The shift in mindset. قبل السيشن دي كان السؤال الطبيعي what if something bad happens. بعد السيشن دي السؤال بقى when it happens how do I respond intelligently. دي نقلة نفسية قبل ما تكون تقنية. الثقة هنا مش معناها إنك تمنع عدم اليقين أو الانسرتينتي، لكن معناها إنك عارف تتعامل معاه، وده جوهر القيادة. Your exam advantage. اللي بيفهم فلسفة البي ام اي في الريسك مش بيحفظ إجابات، بيطبق مبادئ، ولما بيجي سؤال غريب أو سيناريو مش مألوف ما بيتلخبطش، لأنه بيسأل نفسه هل حللت قبل ما أتصرف؟ هل فرقت بين الريسك والإيشو؟ هل وفرت الكونتكست قبل التصعيد؟ هل القرار بيحمل فاليو؟ وده بيخليك تجاوب بثقة حتى تحت ضغط الوقت. أفضل بروجكت مانجرز مش بيهربوا من الانسرتينتي ولا عدم اليقين، هم بيتحركوا من خلاله بهدوء وبتفكير منهجي وبشجاعة. الجملة اللي تحفظها in risk questions calm analysis beats dramatic actions. الهدوء زائد التحليل بيكسبوا أكتر من السرعة زائد الانفعال. لو وصلت لهنا أنت مش بس بتستعد للامتحان، أنت بتبني عقلية قيادية تخليك تستبق وتحلل وتوازن وتحمي الفاليو. سيشن 8 انتهت، لكن العقلية دي لازم تفضل معاك في كل سؤال. جاهزين ننتقل من إدارة المخاطر إلى إدارة السلطة والحوكمة. نشوفكم في سيشن 9، والسلام عليكم ورحمة الله.